السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرفنا بعد ما اشتغلنا مع بعض ازاي نعمل نسخة باك اب للواتساب، والنسخة الباك اب دي بتقدر ان انت تنقلها من جهاز لجهاز عشان تشغل واتساب على طول. وعرفنا المكان اللي تخزن فيه النسخة موجود عندنا هنا كده في اعلى الصفحة واضح، اللي هو واتساب لوكيشن سترونج ايميليتد زيرو واتساب 2 بلس باك اب. تمام. والطريقه اللي بيتحفظ بيها الباك اب ان احنا بنضغط على باك اب واتساب داتا بالشكل ده، وبعد كده بنرجع نعمل لها بقى ازاي نرجع نحطها على تليفون تاني. بعد ما ننقلها على تليفون تاني بنروح على الفايل ده نفسه كده، معلش اسف، على السيتنج برضو نفسه كده بالشكل دوت، وهنقول له ريستور واتساب داتا. ريستور واتساب داتا هيقول لي ريستور او ريستور ناو. تمام. هو دلوقتي طبعا مفيش باك اب، فقال لي نو باك اب فاوند. تمام كده. الفكره كلها ان احنا لازم نكون حافظينها في نفس المسار وبنفس الاسم، في نفس المسار وبنفس الاسم. طيب، لو واحد بقى دلوقتي بيقول لي انا لسه الواتساب ده جديد وعايز ان انا اعمل باك اب للواتساب، انا لسه ما عنديش اصلا واتساب، فهلاقي عندي هنا لو انا فتحت الواتساب جديد اهو بالشكل دوت، هلاقي عندي حاجه اسمها ريستور باك اب. مجرد ما هضغط عليها هيروح على مكان الباك اب وياخد الملف ويشغله كله. والمكان احنا عرفناه اللي هو فين بالظبط، اللي هو واتساب لوكيشن سترونج ستورج، اللي هي الستورج، اللي هي المساحه التخزينيه، ايميليتد اللي هي المكان. انهي واحد فيهم؟ اذا كان عندك ذاكره تخزين داخليه هتبقى زيرو، لو كان ذاكره تخزين خارجيه هتبقى واحد. بعد كده اسم البرنامج واتساب 2 بلس. يعني دي بقى النقطه المهمه قوي واللي بتفرق من برنامج للتاني، ان مثلا البرنامج اللي هو عندي الجولد ده اسمه واتساب 2 بلس، اما البرنامج اللي هو الجرين اسمه واتساب 3 بلس، اما البرنامج الريد اسمه واتساب 5 بلس. فكل واحد منهم بيبقى له اسم مختلف عن التاني عشان نكون عارفين ومتفقين مع بعض، وكل واحد فيهم لازم يكون الملف بتاعه بالاسم بتاعه الصحيح عشان يعمل له ريستور بالشكل المناسب. فهمنا كده النقطة بتاعت واتساب 2 بلس دي بتفرق من اصدار للتاني حسب الاصدار اللي انت منزله، وشوف هو بيسمي الباك اب ايه او هو اسم الواتساب ايه، وحط الملف جواه بالشكل ده. لو في اي نقطة مش مفهومة يا ريت تعرفوني، واشوفكم فيديو جديد. سلام.